بطاقة الصفرة الثالثة الآن. كرة اللعب ساقطة إلى منطقة الجزاء. مبروك زايد، إبعاد مباشرة وصافرة. ضربة جزاء. عباس إبراهيم يرفض إلا أن يثير المباراة بضربة جزاء. عباس إبراهيم يثير المباراة بضربة جزاء. شوف حسن مظفر لعب الكرة ساقطة إلى منطقة الجزاء. بعد ذلك التداخل يبدو في الكرة الثانية عند يوسف السالم أو عند سيباستيان تيغالي. شوف الصراع حتى الآن. اللقطة غير واضحة اللي جاء منها ضربة الجزاء من حكم المواجهة السيد عباس إبراهيم. احتسب على كل حال ضربة جزاء. شوف رضا تكر على كل حال، يعني اللقطة حتى الآن غير واضحة إلى وجود إعاقة أو شد، لكن جمهور الاتفاق الآن فرح سعيد لأن فريقه يقترب من التعادل. ضربة جزاء عند صالح بشير مبروك زايد. صالح بشير عند ضربة الجزاء وجه لوجه مع مبروك زايد. حكم المباراة يأمر اللاعبين في الخروج من منطقة الجزاء في تنفيذ قانون الاتحاد الدولي عدم الدخول حتى بعد التنفيذ إلى ما بعد التنفيذ. وضربة الجزاء الاتفاقية الآن الكل ينتظر، جمهور الاتفاق يتحفز لكن بعد ذلك يتخوف من ضربة الجزاء عند بشير الذي جاء بديلا في شوط المباراة الثاني. بشير ومبروك زايد. بشير تقدم، بشير صوب، جول! تعادل للاتفاق، تعادل للاتفاق. الاتفاق يعود بضربة الجزاء. طبعا الاتفاق يعود الآن من ضربة جزاء ومن صالح بشير. الاتفاق الذي يعود للمنافسة مرة ثانية على الذهب في المسابقات المحلية وتحديدا على مسابقة الدوري التي تخلى عنها من سنة 87. الشرقية ليست